مشاهدي القناة، قبل ما ندخل في موضوع اليوم، أولا غادي نبدأ كيف ما جرت العادة بالجواب على سؤال ديال أحد المشاهدين. هناك مشاهد اللي طرح لي واحد السؤال اللي هو مهم جدا، كنشكر بزاف على هذا السؤال. اللي قال لي: واش بصح أنه المغرب استفادت من الحرب الروسية الأوكرانية؟ حقيقة بحال جميع البلدان، المغرب هو من بعض النواحي تضرر من هذه الحرب الروسية الأوكرانية. على سبيل المثال ارتفاع المحروقات اللي ادى لارتفاع الأثمنة ديال المواد الغذائية، وبين المغرب هو اللي كنعرفو أنه يستورد المحروقات وماشي كيصدرها، أو ما عندوش حتى الاكتفاء الذاتي فيها. ولكن معك صح، يعني عندك الحق، المغرب استفد كذلك من الحرب الأوكرانية الروسية. علاش؟ لأنه الخريطة الجيوستراتيجية تبدلات في العالم. هناك المعسكر الغربي كيدعم أوكرانيا، ثم هناك روسيا وعندها بعض الداعمين اللي كاينين بالخصوص في القارة الآسيوية، نذكر بينهم من أبرزهم اللي هما الصين. إذن فين كتجلى الاستفادة ديال المغرب من هذه الحرب الروسية الأوكرانية؟ فهي استفادة اقتصادية محضة. فالصين هي غتستثمر مؤخرا، غتستثمر تقريبا 2 مليار ديال الدولار في البطاريات ديال السيارات الكهربائية. عندك الصين مع كوريا الجنوبية. علاش الصين اختارت المغرب بالضبط؟ لأن الاستثمار المفروض كان غادي يمشي لأوروبا، وبالضبط لإيطاليا، لأن إيطاليا كانت عملت معاهدة مع الصين ديال طريق الحرير، لا غوت دو لا سوا. ولكن إيطاليا من بعد الحرب الأوكرانية الروسية دارت خطوة إلى الوراء، يعني ما بقاش تكمل في داك المسار مع الصين باش ما تحرجش الحلفاء الغربيين ديالها. وبالتالي الصين اختارت المغرب. علاش؟ المغرب عنده السياسة ديال صفر عدو. غتقول لك كاين الجزائر المغرب ماشي عدو ديال الجزائر، وانما الجزائر هي اللي عدو ديال المغرب وليس العكس. ولكن سياسة صفر عدو ما معنى ذلك؟ المغرب هو حليف تقليدي للدول الغربية، الولايات المتحدة الأمريكية، وعنده شراكة مع الاتحاد الأوروبي. ولكن في نفس الوقت المغرب عنده علاقة مع روسيا، والمغرب عنده علاقة مع الصين كذلك. وبالتالي فالصين غتستفد من هذه السياسة ديال صفر عدو، ومن الموقع الاستراتيجي ديال المغرب، يعني في غرب البحر الأبيض المتوسط، انه قريب من اوروبا. وفي نفس الوقت كيكون واحد المنفذ تجاه الولايات المتحدة الأمريكية، اللي كنعرفوا المغرب عنده شراكة مع أوروبا، وعنده كذلك المغرب عنده اتفاقية ديال ليبغ ايشونج، يعني التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي المغرب ملي غيصنع البطاريات في المغرب صنع في المغرب، يعني ميد ان موروكو، صنع في المغرب، فهو ممكن يصدر هذه البطاريات تجاه الدول الغربية من جهة، لأن كاين شراكة مع الاتحاد الأوروبي وكاين القرب، وكاين حتى واحد العادة ديال التصدير بالنسبة للمغرب تجاه أوروبا، خاصة في المجال ديال السيارات، وغيصدر كذلك في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه كاين تبادل الحر. وبالتالي فالصين هي مستفيدة من موقع المغرب والشراكات ديالو اللي كاينه مع هاد الدول. لذلك اختارت المغرب يعني باش يحتضن هاد المصنع العملاق الكبير جدا، لا هي ولا كوريا الجنوبية. باش نرجع للموضوع اليوم، المغرب شارك مؤخرا، يعني في شهر شتنبر، في مناورات بحرية بالغواصات في إيطاليا. كنركز وكنسطر على الغواصات. يعني المغرب شارك في واحد المناورة اللي دارتها البحرية الإيطالية، وكتخص الدول اللي كتمتلك الغواصات. إلى حد الآن معروف أنه رسميا المغرب لا يملك غواصة.
ولكن إذا كان المغرب ما يملكش غواصة، علاش غادي يشارك في واحد المناورات اللي الهدف منها هي تعرف كيفاش تنقذ الغواصات إلا كانت في شي حالة ديال الخطر أو شي أمور مهم كتعلق بالغواصات. علاش غادي تشارك في مناورة بحال كتهم الغواصات وانت ما عندكش غواصة؟ هذا اللي كيخلي بزاف ديال الملاحظين والمقربين من الملف ديال التسلح المغربي كيقولوا بأن المغرب حصل سرا على غواصات، كيقول لك من بريطانيا، كاين كيقول لك من فرنسا أو من اليونان، كاين اللي كيقول لك حتى من الولايات المتحدة الأمريكية. أنا شخصيا كنستبعد الفرضية تلقى غواصات سرية من الولايات المتحدة الأمريكية. يعني معروف الولايات المتحدة الأمريكية البرامج ديال البيع الأسلحة ديالها كلشي كدوز عن طريق الكونغرس، وكيكون واحد الإعلان مسبق على جميع التعاقدات اللي دارت مع الدول ومع الحلفاء ديالها. إذا اش كيتبقى لنا فرنسا وبريطانيا واليونان. من هاد الثلاثة لو أنه المغرب دار أو شرا هاد الغواصات من بريطانيا، شنو هو المانع اللي غيمنعو يعلن؟ وشنو اللي غيمنع بريطانيا تعلن على هاد الصفقة؟ ما كاين حتى شي مانع. إذا أستبعد كذلك أن المغرب يكون شرا غواصات من بريطانيا. نفس التحليل كنقدمو بالنسبة لليونان من جهة، ومن جهة أخرى فيما يخص اليونان ماشي هي شي دولة اللي عندها واحد تقليد كبير في ميدان ديال الصناعة العسكرية، وبالتالي المغرب هو ملي كيبحث يشري غواصة ما غاديش يشري غواصة يعني خردة، غادي يشري شي غواصة اللي تكون من الجيل الحديث، خاصة أنه أمامه بزاف ديال التحديات مؤخرا. وبالتالي أرجح الفرضية ديال سكوربين، يعني غواصة سكوربين الفرنسية هي اللي تكون من هذا الأسطول اللي شراه المغرب. علاش بالضبط الغواصات الفرنسية؟ لأنه كنا كنعرفوا أن فرنسا كانت غتبيع هاد الغواصات الأسترالية، ولكن أمريكا يعني سرقات بهذا المعنى، سرقات الصفقة ديال الغواصات الأسترالية من فرنسا وباعت أستراليا الغواصات في محل وفي بلاصة فرنسا. وبالتالي الفرضية أنها تكون شرات من فرنسا واردة لأنها غواصات اللي هي كاينة واجدة. المغرب هو في واحد الحالة اللي تخليه يشري أسلحة اللي تكون واجدة، يعني كاين تحديات إقليمية جديدة كتفرض على المغرب يكون على أهبة كاملة. لا قدر الله، واخا أنا من زعما صراحة من الناس اللي كيستبعدوا نشوب حرب بين المغرب والجزائر لأسباب عديدة ما يمكنش لي نذكرها حاليا، ربما ندير عليها فيديو خاص. ولكن المغرب كيفضل يشري غواصات اللي تكون جاهزة على أنه تشري غواصات اللي تكون جاهزة من هنا لعامين 3 سنين أو 4 سنين. لذلك أرجح كفة الغواصات الفرنسية على الغواصات ديال الدول الأخرى. هذا من جهة. ومن جهة أخرى فرنسا لها مصلحة أن الصفقة تبقى سرية، ماشي المغرب وإنما فرنسا، لأن ربما فرنسا هي من داك النوع اللي بغات تشد العصا من الوسط بين الجزائر والمغرب، وخا الكفة كتميل المغرب رغم هذه الأزمة الصامتة اللي كاينة بين المغرب وفرنسا، ولكن هي بغات تخلي العصا من الوسط تبقى مقربة من الجزائر ومقربة من المغرب. داكشي باش بغات دوك الغواصات، داك صفقة الغواصات تبقى سرية باش ما تعرفهاش الجزائر. ولذلك أنا كنرجح الفرضية أن المغرب يكون اقتنى أسطول ديال الغواصات الفرنسية اللي هي غواصات متطورة جدا.